يا مساء الفل عليكم ويا صباح الهنا، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وينعاد عليكم الأيام بالخير دايما والسعادة والهنا لكل الناس المحترمة اللي دخلت عند القناة، والناس اللي شايفة نفسها مش برضو أهلا بيهم، هم بينفعوني مش أكتر. طبعا كنت بوريكم الجو عامل ازاي عندنا دي، يعني الملخص السريع السريع للفيديو. الجو فجأة قلب، يعني في 10 دقايق يا دوبك احنا دخلنا من بره وقلب جهنم. هوا شديد وتراب ومطر وبرق ورعد وكل شيء. تمام كده. هنا كنت طبعا الملخص بسيط للفيديو. بعرفكم انا بعمل فيه ايه. كان وريتكم المطر وشلت الحاجات اللي كانت على الرخامة وبغسل المواعين وكده. وفي حاجة، في ناس بتدخل من حبايبي اللي على القناة بتدخل تقولي ما تعبرهاش وسيبك منها، ده مريضة، ده فيها، ده عليها، اللي بتكتب التعليقات الوحشة دي. والله العظيم ما زعلانة، وتكتب من هنا لبكرة حتى لو كتبت ايه ما كتبت، وبالمرة المليون بقول هي بتدخل لمصلحتي. هي ما هي بتشاهد لي الفيديو سواء دقيقة ولا دقيقتين، في الدقيقتين دول أكيد بيظهر لها الإعلان، فبرضو لمصلحتي. وهي اللي بتتعب أعصاب نفسها مش أنا. وكل ما هتكتب تعليق مش هيعجبني، كل ما هتزود رصيد اقول لكم رصيد ايه، رصيد الهزء جوايا، ورصيد ان انا افش غل فيها. فاقوم طالعه بقى ومطلعه كل حاجه على الواتس، بعتها لي وكل اللي طلبته مني من جديد، واخر كلام كان بينا من كام يوم كده. تمام. بس ما قالتليش على فلوس، يعني ان هي انت كل ما هتكتبي عنوان انا هطلع اشتمك ومش عارف ايه. انت بتقول عليا مشاهداتي وقعت. انا ما بقولش مشاهداتك وقعت، انا بقول 5000 جنيه الواحدة مشاهداتها يوم ما فيها ما بتكملش 30 ألف جنيه. 30 ألف مشاهدة. ده حتى لو عملنا مع بعض فيديو وجاب لي 100 ألف مشاهدة مش هيجيبوا ال5000 جنيه. بس توضيح للناس اللي مفكرة ان المشاهدات دي بتجيب ارباح. والله العظيم الارباح ميتة جدا جدا، يعني عشان تفكروا الفيديو اللي عندي فيديو 41 ألف مشاهدة جايب لي 7 دولار بس. 41 ألف مشاهدة جايب 7 دولار. فالناس اللي مفكرة ان اليوتيوب ده للقنوات الصغيرة بيدي بالعبيط زي القنوات الكبيرة، لا طبعا. يعني ما يغركوش ان المشاهدات عالية، لا. فهي مفكرة ان هي اما تاخد مني 5000 جنيه انا عبيطة بقى ان القناة، ولا وبتأكد لي ان القناة ممكن تكبر او ما تكبرش، بس هي ملهاش دعوة، هي بتاخد فلوسها الاول. حتى بعتلي رقم تاني غير الرقم اللي الناس تعرفه ده اللي عليه اللي هو فودافون كاش ده. قلت لها انا ما عنديش من هنا فودافون كاش. قامت قايله خلاص هبعت لك الحساب البنكي. قلت لها ان شاء الله. تمام. عشان تعرفوا. لكن امور النصب والشحاتة دي انا ما بحبهاش، وكل ما هتدخل تشتم كل ما انا هديها على دماغها بالجزمة وبالاحترام كده، ومش هفسر هي مين، والله عشان خاطر ولادها، عشان بتربي في بنتين بس مش اكتر، وعشان بيجيلها كتير، وعشان تعرفوا مين فينا الشحات. هي اللي بتطلع تقول ربنا كرمني النهارده من ام فلان من الكويت، ام فلان من السعوديه، مش عارف ايه، مش عايزه احرق دمك عند ام فلان وام فلان. من ممكن ادخل في التعليقات عندك واكتب وابين لهم حقيقتك، بس برضو مش عايزه اعمل كده. انا مش واطيه، وبرضه مش قليلة أدب، ومش بعايرك، بس بعرفك مين فينا شحات يوتيوب، ومين فينا واطي، ومين فينا ما ترباش. فأنا الحمد لله متربية وشبعانة والحمد لله ومبسوطة، وألف حمد وشكر اللي ربنا رزقني بيه. وما بطلعش أقول لحد اديني، أو ما بطلعش أقول لحد ادعمني ببلاش. فأنتي بتفحري لنفسك. كل ما هتكتبي تعليق كل ما أنا هرد عليكي بأدب، بحيث ان انا اعمل لك رصيد برضو زبالة عند الناس. يعني كل اللي بيدخل يقول لي سيبك منها سيبك منها، واول ما اقوم كاتبه انا هقول اسمك النهارده الفيديو بيوصل ل1000 مشاهدة، لان الناس عايزه تعرف مين الغبيه دي. فما تلعبيش في عداد عمرك وفي عداد قناتك. وانا ممكن اقدم فيكي شكوى لليوتيوب برضو ان انتي مستفزه، بس انا مش عايزه كده، مش عايزه كده من المره المليون بقولك، عشان بتربي في بناتك الصغيرين ومحتاجة كل ما نلم القناة. أنا مش محتاجة القناة، والدليل على كده وحياة ربنا وحياة بنتي لحد دلوقتي ما عملتلي حساب علشان أسحب فلوس اللي في القناة. عشان مش محتاجاها. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. تمام. هنا كنت خلاص غسلت المواعين، والحوض فيه المصفى بتاعته على فكرة مش، فأنا سايباه يصفي بالراحة كده وبعدين أشيل
المصفى باللي فيها. تمام يا حلوين، اللي وصل معانا لحد هنا يصلي على النبي وحد الله ويحط اللايك بتاعه الجميل، ويدعي دعوة حلوة لعيالكم، ربنا ينجحها ويسترها معاهم وكده. الامتحانات طبعا انا عارفة ان في مصر بيمتحنوا، وطبعا هنا برضو عيالنا بتمتحن، ربنا معاهم يا رب ويظبط الجو. وفي مصر الجو برضو مش مناسب، مش حلو علشان العيال، فان شاء الله ربنا كبير ويكرمنا جميعا. تمام يا حلوين، وبشكر كل الناس المحترمة اللي بتكتب لي اي تعليق كويس، وبرضو الناس اللي وبتكتب تعليق مش كويس برضو مش فارق معايا، بقول لهم الف الف شكر ليكم. المهم المصلحة في الاخر لمين؟ ليا. انا عارفة ان كلامي بيجيلكوا على بيفقع المرارة وبيعلي الحرارة وبيجيب لكم صداع، بس مش مشكلة. هنا كنت غسلت المواعين طبعا، ساعة ما كنت بوريكم الجو ده كانت الساعة 2 الظهر، يعني طول النهار الجو جميل، وفجأة التراب بقى يعني على الأرض بعلو 2 ملي وشوية، واللي على الرأي مثل البرق والرعد قاموا والمطر. بس الحمد لله المطر هدى الجو خالص وخلى التراب يختفي. هنا كنت خلاص غسلت المواعين وظبطت الدنيا، ونروح نغسل البوتاجاز. مش هنضف معاكم السمك طبعا، انتوا مش عارف يعني عارفين السمك بتنضف ازاي والمواعين بتتغسل ازاي، بس انا قلت ايه فيديو مادام كده كده هعمل حاجات. السمك ده على فكرة اللي صيد ابو ريماس، ربنا يبارك له في عمره يا رب، ويحفظ لي بنتي ويحفظكم ويبارك في اعماركم وفي عيالكم في كل شيء. كنت مطلعاه من الفريزر. سمك لو عايزة تعينيه ويفضل معاكي كأنه طالع من البحر، تشتريه وما تغسلوش ولا تنضفيه، تشيليه كده تعينيه في الفريزر لحد ما تيجي تنضفيه تاني، بيبقى زي الفل ما بيجرالوش اي حاجه. هنا البوتاجاز طبعا اقل حاجه بتبان في الاستانلس ده بصراحه ممل. فهنا كنت نضفته وخلاص، كنت لميت الرز اللي عليه والسواد اللي انتوا شايفينه ده. البتاع اللي انا بحط عليها الرز دي انا مش عارفه اسمها ايه، على نار هاديه، دي انا اللي مخترعاها من علبه حليب. فاول ما بتشيلوها بقى بتقوم جايه موقعه الصدى او الحديد الصغير ده. اللي جنب البوتاجاز دي علبه سمنه بلدي وعلبه سمنه روابي، باين روابي. اه والله ما بستعملهم، بس هوديهم فين؟ سايباهم بقى لما اجي اعمل مثلا بيتزا، اعمل فطاير، اي حاجه من دي ابقى اعملهم بيها. احنا بنحب الزبده الصفراء اخف، لان دي السمنه البلدي اللي بتيجي من الجاهزه دي طبعا سمنه مش بلدي، او بلدي 50%، لا 30% بلدي والباقي صناعي، فما بتبقاش حلو. صناعي ولا اصطناعي؟ ما علينا. اللي وصل معانا لحد هنا يصلي على النبي وواحد الله ويحط اللايك بتاعه الجميل، والبوتاجاز بقى فل شمعة منورة. وحياة النبي اوديكي فين يا شطارة؟ محدش زيي في الدنيا دي. تمام تمام، ربنا ينجح الجميع ويشفي ابنك يا دودي، ربنا يشفيه ويعافيه يا حبيبتي. شفتوا لما جلتها تاني وقعت. بصوا، ما هو احنا كده المطبخ بيشد فينا بايديه ورجليه علشان ما تطلعوش براه. يلا يا رب المواعين تموت. واللي بتكتب تعليق رخم ربنا يديها الصحة. وانا هنزل الفيديو ده ممكن بالليل، توكلوا على الله اكتبي لي 5 6 تعليقات كده حلوين. انا عايزاكي تسهري على القناة الليلة دي. تمام، وحدوا الله كده وصلوا على النبي، واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.